بيكم في حلقة جديدة من هو مين قال. النهاردة هنتكلم عن موضوع يمكن ناس كتير واخداه بهزار، بس لو ركزنا فيه هنلاقيه بيعكس جوانب مهمة في حياتنا وعلاقتنا ببعض. موضوعنا النهاردة عن أغاني الأفراح زمان، والأغاني الشعبية اللي كانت بتتقال زمان في وسط الضحك والهزار، واللي أغلبها كان بيتكلم عن الحما أم الزوج. فاكرين زمان لما كان في أفراح شعبي يقف واحد بالمزمار والطبلة والناس كلها ترقص وتغني؟ من بين الأغاني اللي كانوا بيغنوها أمك جاية بدري اديها حتة من الحمام ورقعها على القعدة ما تحرم تيجي بدري. ولا المفروض عشان حرامك دخلية البوليس ولا دخلية أمك، ولا المفروض عشان حرامك أمك جاية عندنا والسرير على قدنا يا رب تاخدها من هنا يا حيلة أمك. اديها حتة من الذكر ورقعها على القعدة تفتكر وتحرم تيجي بدري. يا أخضر يا صباع الموز ولا حب الحما ولا اخت الجوز. وكانوا يقولوا كمان أمك عاملة مصلية وهي شيخة الحرامية، وكلمات تانية كتير بالشكل ده، كلها هزار وضحك على الحما. اللي يلفت نظرنا إن زمان الأغاني دي كانت بتتقال في الأفراح، والناس كلها تضحك وترقص ومحدش كان بياخد الكلام على محمل شخصي، بالعكس كانوا بيهزروا ويفوتوا وكأنها نكتة خفيفة. الحما نفسها اللي الأغنية طلع عليها كانت بتضحك عادي وما تزعلش وتقول أصل كده الفرح لازم يبقى فيه هزار. لكن لو نفس الأغنية دي اتقالت دلوقتي الدنيا بتتقلب، تلاقي تعليقات على النت ازاي يقولوا كده، ازاي يغنوا على الحما، ازاي يسخروا، ويبتدي هجوم شديد على اللي غنى واللي رقص واللي ضحك. طيب السؤال هو زمان ما كانوش بيزعلوا ودلوقتي بقوا ياخدوا الكلام كأنه إهانة شخصية؟ الإجابة بسيطة، لأن زمان الحما نفسها ما كانتش سيئة بالشكل اللي يخلي الكلام ينطبق عليها، يعني كانوا بيهزروا لكن قلبها واسع وتضحك معاهم. دلوقتي بقى اللي بيزعل ويتضايق من مجرد أغنية هزار يبقى هو شايف نفسه فعلا في الكلام، يبقى الأغنية لمساه وهو معترف ضمنيا إنها بتوصفه. وطبعا دي مش أغاني رسمية، لكن مواويل وأهازيج كان الناس يقولوها في الأفراح. اللي عاوزة أوصله إن الأغاني دي انعكاس للمجتمع. زمان بالرغم من إن فيها هزار على الحما لكن ما حدش كان بيحسها مشكلة، دلوقتي مجرد ذكر الكلمة يسبب أزمة. وده يخلينا نرجع ونفكر، هل اللي بيتضايق دلوقتي فعلا عنده مشكلة مع عروسة ابنه أو بيته فالكلام بيصحي جواه الحقيقة؟ يبقى الخلاصة، الحما زمان كانت أوسع صدر وأطيب قلب، بدليل إنها ما خدتش الموضوع على محمل شخصي. إنما دلوقتي لما نشوف ناس تتضايق يبقى ده اعتراف غير مباشر إن الكلام لمسهم بجد. وفي الآخر تفضلوا تفتكروا دايما إن اللي بيتضايق من الهزار غالبا بيكون الكلام جاي على مقاسه، لكن لو الواحد عارف نفسه كويس ومتصالح مع عيلته مش هيفرق معاه أغنية ولا هزار. وده اللي يفرق بين جيل زمان وجيل دلوقتي. وبأسأل نفسك دايما، هو مين قال؟